عليكم حبيباتي، ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم وصفة الشباح الصفراء بالكاوكاو، ان شاء الله تعجبكم ان شاء الله. باش نحضروا الشباح الصفراء تاعنا يلزم لنا 3 كيلات تاع كاوكاو يكونوا يكون مرحي اون بودغ، ومع عبر تاع سكر ناقص 2 صباع كما راكم تشوفوا معايا. زدنا لها 4 مغارف تاع نوات كوكو اللي تعطيها نكهه، وبشور الليمون. ما خلطنا المكونات نتحصلوا على هذا القوام، نزيدوا لها 2 مغارف تاع لافاني، 2 مغارف كبار يكونوا معمرين مليح. ونجيبوا الصفار تاع البيض تاعنا اللي هما 5 حبات صفار، نضيفوا لهم مغرف تاع ماء الورد ومغرف تاع ماء الزهر. نخلطوا الصفار تاعنا، ندخل في لافاني في الكاوكاو تاعي كما راكم تلاحظوا معايا، ونضيفوا له الصفار تاع البيض حتى اللي تشكل معنا عجينه طريه. نكملوا كاع الباقي الصفار كما راكم تلاحظوا معايا. ونعجنها مليح بالاصابع باش السكر تاعنا يذوب. ونديروا هذه الطريقه هذه تاع نقعدوا كما نقولوا نحبكوا فيها باش السكر تاعنا ما يقعد لناش حبيبات، يذوب كما راكم تشوفوا. هاي اللي تحصلنا على العجينه، نغطوها ونخلوها شويه ترتاح، ومن بعد نحطوها في طاوله العمل. نجيبوا الحلال تاعنا وورق الطهي فوقها، نبدو نحلو فيها على سمك ما يكونش رقيق وما يكونش غليظ بزاف كما الحبه تاع حلوه الطابع. نجيبوا الطوابع تاعنا تاع الشبح الصفراء، نبدو نطبعوا في الحبات تاعنا كما راكم تلاحظوا معايا. ونجيبوا البيض ونبانسي كاع الحبات تاوعي، نبانسيهم بياض البيض. هنا راني نصنع لها كغلاف فوقها، ونحطوها في المقله تاعنا نغلوهم. انا نبانسيهم غير خطره، بياض البيض نديره غير خطره ونقليهم كما راكم تشوفوا، نخليهم يتحمروا على نار هاديه. وها هو الشكل النهائي اللي تحصلنا عليه كما راكم تشوفوا، شبح الصفراء. عجبكم الفيديو ما تنساوش ديك الجيم وتشاركونا في القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.